عادي كنا ساكنين فيه، كنا ساكنين في المهندسين في عمارة اسمها عمارة سفنكس أتوقع، عمارة كبيرة قديمة حتى ترى، ما هي أتوقع في ميدان سفنكس نفسه. أولا الأخ المصري هذا بطريقة وسيط، الوسيط قال في المستشفيات فيه متوفين دماغيا، عرفت كيف؟ وأهاليهم محطينها تبرع زي كذا. هذا الشيء اللي حنا جينا عليه، فاهم علي؟ يوم جينا قام في الشخص قابلنا وجاب لنا شغالة، يعني جاب لنا شغالة، أخذنا الشغالة ذي عندنا. المهم الشغالة ذي جابت لنا اللي أنا بعدين عرفت إنها بتاع الفسيخ، اللي أنا أعرفه إنها كانت جتنا أعطتنا اسم مديحة، قالت أنا مديحة. أخذنا الاسم زي كذا. بعدين معها ممكن 3 جوالات، في جوال اللي تواصلت معنا ما تتواصل مع الناس الثانيين عن نفس الجوال، عرفت كيف؟ في مكالمة سمعتها، يعني تعرف الصوت كان عالي وكانت بجنبنا تكلم، تقول اللي بيشتري الأرض مدري كيف وزي كذا. لا في الواتساب هذه رسالتها بعدين. لا في مكالمة زي كذا وسمعت هذه تقول واحدة تكلمها أو إلا واحدة تقول لها يا أم مكة. إن قالت أم مكة قلت أنت أم مكة ولا مين؟ إذا قالت أنا مدري كيف، وارتبكت كذا، عرفت كيف؟ يعني ارتبكت كذا شوية. قال يوم حسيت الارتباك يعني مرتبكة كذا، أنا قلت إن الشغلة فيها يعني الشغلة إن اسمها مو حقيقي، عرفت كيف؟ حطيتها في راسي كذا. فجيت بعدين قامت تواصلت مع واحدة على طريقة أرسلت لها فويس صوتي في الواتس، تقول اللي بيشتري الأرض موجودين. أنا قلت ممكن عندها أرض، واحد تبيع أرض له ثاني أو زي كذا. بعدين شككتني أنا في الموضوع، يعني جيت شككت في الموضوع إلى أرض زي كذا. حطت بعدين شو اسمه، من كثر الاتصالات اللي تجي في جوال ثاني جاء اتصال قمت أنا دخلت على نفس ضغطت كذا، ولا ما في كلمة مرور، ولا في مكتوب أم عمر. صورة الشخصية ذي مية غريبة علي، يعني هذه مية غريبة علي، أنا قد شفتها بس ماني عارف فين. بعدين تذكرت وعرفت إن بعدين سألت، أنا أوضحه عادي كنا ساكنين فيه فلانة. بعدين سألت قلت هذه فلانة هي عندها ولد اسمه عمر؟ قالوا إيوه. شككت أنا في الموضوع. بعدين قلت لها شوفي أنا أحد الأمرين، يعني أما إذا أننا متوفين دماغيا، ناس يعني متوفين دماغيا وفي المستشفى، أنا بنقابل الدكتور، يعني نقابل الدكتور ناخذ معه ونعطي معه وزي كذا. وإذا شخص بيتبرع بإرادته أنا بقابله يعني وأجلس معه أشوف. قالت لي لا، تقابل شخص ممنوع، بس عاوز تقابل الطبيب ممكن. أنا شكيت في الوضع، يعني شكيت إن الوضع فيه. بعدين اتصلت على واحد من أخواننا المصريين في السعودية، أعطيته الكلام كذا كذا، قال لي انتبه ترى في ممكن ناس يبيعوا أعضاء، انتبه من الشيء ذا. والله أنا ورحت القسم وقدمت بلاغ رسمي، قدمت يسألني حتى الضابط في القسم، يقعد معايا تقريبا 10 دقائق، يطلع حق نص ساعة، يطلع برا ويرجع لي ثلث ساعة نص ساعة، يلطعني ويرجع ثاني مرة، يطلع ويدخل ويزيد يسألني كم سؤال ويطلع ثاني. دحين يا باشا أنا دحين جاي، ويطلع. وإذا بعدين قام كتب عندي، قلت له طيب ممكن تعطيني رقم البلاغ، أنا عاوز رقم البلاغ. قال لي شوف بلاغ احنا أخذناه بكل جدية وإن شاء الله مدري كيف. قلت شوف احنا احتمال مسافرين بكرة وهذا رقمي، تواصل معايا، لو تتواصل معايا واتس وأنا اتصل عليك. الموضوع ترى ما ينسكت عنه، ممكن في ناس ضعيفين، ناس غلبانين، ناس يعني ذا ما ينسكت عنه الموضوع ذا. قال لي لا ما يهمك. بعدين أنا شككت في الوضع زي كذا، صرنا في نفس الشقة اللي كنا مستاجرين فيها، طلعنا منها ورحنا فندق في الجامعة العربية، جامعة الدول العربية. أنا الغلطة اللي غلطتها إني أنا المفروض إني أقدم بلاغ رسمي في السفارة السعودية، أقول شفت كذا وكذا وكذا. ممكن كان يعني ما جاتنا الفكرة اللي بعدين واحد قال لي ليش ما رحت للسفارة السعودية قدمت بلاغ والشيء هذا، وكانوا بيبحثوا في الموضوع، وحتى ممكن إن شاء الله ما يرضونها على أخواننا المصريين الثانيين، ممكن ناس غلبانين ناس زي كذا.
والله بعدين قلت خلاص، وما عاد تواصلوا معاي ولا شيء. قلت خلاص انا ما عاد امشي في الموضوع، ولا خلاص قدمت بلاغ وزي كذا وانتهينا. بعدين لما اخش التيك توك واشوف اشياء في التيك توك يعني، والاخت مروه الله يخارجها ان شاء الله ويحفظها وترجع بيتها ان شاء الله سالمه، وشفت اشياء كذا ويتكلمون وجابت هذه ام الفسيخ مدري ايش. انا بعدين طلعت وشفتها قلت والله هذه الانسانه اللي قابلناها.